بيكسار أعظم شركة أنيميشن في التاريخ، 18 جايزة أوسكار و4 جوائز من توي ستوري، 3 أجزاء من بريق بنزين وجزئين عن نيمو وحاجات تانية كتير كلنا عارفينها وبنحبها. أنا اتولدت سنة 2008، يعني لحقت أعيش نوعا ما نجاح الشركة دي وقت ما البيت كله بيتخانق والدنيا كلها تعتبر مشاكل. أنا كنت عازل نفسي وكنت بقعد على جنب لوحدي واتفرج على الفار الطباخ اللي بالمناسبة كان أفضل فيلم ليا. حرفيا أفلامهم كانت ملجأ الوحيد عشان أهرب فيه من المشاكل بتاعتي. كلنا عارفين إن بيكسار واحدة من أعظم استديوهات الأنيميشن في التاريخ، عملوا ثورة في عالم ال3D وقدموا أفلام خرافية. بس في السنين الأخيرة الوضع اتغير 180 درجة. بيكسار بقت بتخسر بالملايين، وفي ناس بتقول إن الموظفين عندهم كرهوا حياتهم بسبب الشركة دي وبقوا بيستقيلوا. شركة بيكسار كانت مع شخص اسمه جوel لوكاس، بس لما مراته طلقته حس إنه خسر حياته كلها وفقد الشغف في كل حاجة، فبقى الشركة شخص اسمه ستيف جوبز. الشخص ده بعد ما عمل توي ستوري باع الشركة لديزني، اللي كانت من وجهة نظري شايفها شركة استغلالية لأي حاجة ناجحة، وهنعرف ليه قدام. بعدها ستيف جوبز مات، ودي كانت قصة تأسيس الشركة. مبدئيا الفيديو ده هيتقسم ل3 مراحل. أول مرحلة هي الابتكار، ودي المرحلة اللي هنعرض فيها القمة بتاعت الشركة. بعدها مرحلة الطمع والفلوس، واللي بسببها هنروح للمرحلة الثالثة، انهيار أعظم شركة أنيميشن في التاريخ. مرحلة الابتكار هي السبب أصلا اللي خلانا نعمل الفيديو ده، اللي من غيرها بيكسار ما كانتش هتبقى غير مجرد لمضة بتلط يمين وشمال. الإبداع اللي عملوه في السنين دي ما حصلش من أي استوديو تاني، والأهم من كل ده إن أفلامهم كلها كانت ثابتة في مستوى واحد. عارفين طبعا مقولة إن الكمية لو زادت ممكن الجودة تقل، بس الكلام ده ما كانش بيتطبق على الشركة دي. في فترة من الفترات كانت بتنزل كمية أفلام وكلهم حرفيا من أحسن أفلام الأنيميشن، ومن أولهم الفيلم المتربع على عرش الأنيميشن إن مفيش أي فيلم كرتون تاني هيجي زيه، توي ستوري. ومن أكتر أسباب نجاح الفيلم ده هي الفكرة بتاعته، ألعاب بتتحرك في السر وبيعملوا مغامرات وموسيقى وكل حاجة دي حطها في الخلاط وطلع لينا فيلم أنيميشن كامل متكامل. فيلم حياة حشرة كان عبارة عن جيش من النمل متحكم في الجراد، والنمل وقتها كان بيحاول يتحرر من الاستعمار بتاعهم. الفيلم الصراحة كان جميل، وكان أكتر حاجة فيه عبيطة إن كان في دودة وزنها تقريبا 50 كيلو كانت عايزة تطير. توي ستوري الجزء الثاني كمل مسيرة الجزء الأول، بس ثانية واحدة، لحد دلوقتي سلسلة توي ستوري ماشية تمام لحد ما يحصل حاجة قدام حرفيا هتدمر السلسلة كلها. شركة المرعبين المحدودة كان أول فيلم أنيميشن يورينا الوحوش بشكل مختلف، أشكال كتيرة جدا مختلفة، وأحسنهم أكيد كورتي البعبع وشلبي. وتخيلوا أكتر وحش كان مرعب بينهم هو كان أكتر وحش قلبه طيب، واللي خلى الفيلم أيقوني مش بس الفكرة بتاعته لكن كمان الشخصيات اللي فيه، شلبي وعلاقته بالبنت الصغيرة. الاتنين دول علاقتهم مع بعض كانت عاملة ميكس رهيب في الفيلم. نيمو كان أول مرة وقتها نشوف فيلم فيه تفاصيل البحر بالشكل المرعب ده، خصوصا في عالم الانيميشن. بالمناسبة الكرتون ده مش مناسب للناس اللي عندها مشاكل مع ابهاتها، وبرق بنزين معاهم. بالنسبة بقى لأكتر فيلم أنا بحبه اللي هو الفار الطباخ، ده كان أكتر فار نضيف ممكن تشوفه في حياتك كلها. هو الفئران معروفة عندنا إن شكلها بيبقى مقزز وريحتها وحشة وعلى طول قاعدين في المجاري، بس ده مختلف حبتين في الفيلم. توي ستوري الجزء الثالث ده كان أصلح وأنجح فيلم في السلسلة كلها، بس ناس كتير قالت إنه كان جزء كئيب شوية ومليان حاجات سوداوية بسبب المشاهد اللي كانوا هيتحرقوا فيها. عموما الافلام دي مش للاطفال اللي كانوا بيستمتعوا بيها بس، لا، حابب اقول لك ان الكبار كمان كانوا بينبهوا بالانيميشن لحد دلوقتي. مثال، لو سالت اي حد عن اي احلى فيلم انيميشن شافه في حياته كلها مش هيطلع عن الحاجات اللي اتكلمنا فيها دي، وبصراحه عنده حق. ممكن تسال واحد عنده 30 سنه اذا كان يعرف مسلسل اسمه بريكنج باد، ممكن يقول لك ما يعرفش حاجه بالاسم ده، بس لو جيت تساله عن الفار الطباخ هيقول لك اوف ده احلى فيلم شفته في حياتي. الافلام وقتها كانت بتتعمل بشغف وفكرتها جباره، فده اللي بيخلي صورة الشركة دي لسنين طويلة قدام الناس انها احلى شركة انيميشن في التاريخ كله. بس اكيد ما كانتش هي الشركة الوحيدة اللي محتكرة المجال ده، كان معاها برضه شركة دريم ووركس. الشركة دي عندها افلام معلقة في دماغنا برضه، منهم كونفو باندا وهاو تو ترين يور دراجون، اللي من مناسبة حرفيا كان بيخليني اتعامل مع القطط والكلاب كانهم تنانين. الخلاصة ان بيكسر شاطرة في الحتة ان الفيلم يبقى جواه منه رسالة ايجابية عميقة، انما افلام دريم ووركس ممكن تحس انها من غير معنى وافلام معمولة للترفيه بس. ابداع شركة بيكسار وقف لحد توي ستوري الجزء الثالث. تخيل الجزء الثالث بس جاب
اكتر من مليار دولار ارباح. دي كانت بداية السوق الفاحش لشركة بيكسار. هنا وقفوا شوية وقعدوا يفكروا جزء تالت حقق اكتر من مليار دولار، طب ما نعمل جزء رابع. معظم الحاجات اللي كنا عاملينها قبل كده نعمل منها جزء تاني، ومن غير سبب عملوا من برق بنزين جزء تاني. والمفاجأة ان الجزء التاني عمل فلوس اكتر بكتير من الجزء الاول. فاكر انهم هيسكتوا على كده؟ اكيد لا، عملوا جزء تالت برضه بس ما عملش فلوس كتيرة زي الجزء التاني. نفس الكلام شركة المرعبين المحدودة، بعد ما الجزء الاول نجح وكسر حاجز الملايين عملوا جزء تاني ونجح تجاريا اكتر من الاول بكتير. هنا بنلاحظ انهم بدأوا يلعبوا على النوستالجيا، بمعنى انهم بيستغلوك انت كمشاهد علشان عارفين انك متعلق بالحاجات دي ومقتنعين ومتأكدين ان لو تعمل منها جزء تاني هتروح برضه تتفرج عليها عشان تستعيد ذكريات الطفولة. بس في مشكلة هنا، بيكسار في الوقت اللي كانت بتعمل فيه مليارات الدولارات في نفس الوقت جيت على حساب الجودة. بعد ما نيمو نجح عملوا جزء تاني لدوري، ممكن يبقى نجح تجاريا بس محدش حس بيه زي نيمو. دوري كانت كويسة لما تبقى شخصية فرعية مش أساسية، يعني مش فيلم كامل معمول مخصوص ليها. لا انتوا اكيد بتهزروا. شركة المرعبين الجزء التاني نص الناس حبوه والنص التاني لا، وانا بصراحة مع النص التاني. كارز الجزء التاني الناس حسوا ان الجزء ده معمول بس عشان يبيعوا العاب اكتر، مش عشان الرسالة اللي بتبقى جوه الافلام اللي كانوا متعودين عليها من افلام بيكسار. بيكسار حاولت تصحح الموقف وعملت جزء تالت وفعلا كان احسن من التاني، بس فشل تجاريا بسبب ان الناس فقدت الثقة فيه. مش عاوز اصدمك بس بيكسار فضلت مستمرة في طريق الفشل ده لحد ما عملوا اكتر فيلم كارثي في التاريخ، توي ستوري الجزء الرابع. حرفيا الجزء ده ما كانش ليه اي 60 لازمه، والنهايه المثاليه للسلسله دي كانت في الجزء الثالث وبس. اندي كبر ودخل الجامعه وسلم العابه لبنت صغيره وهو عادته تحافظ عليها، وفي الاخر ودع العابه ومشي. المفروض يوقفوا السلسله هنا. واحب اقول لك ان الجزء الخامس نزل. ما تنسوش برضو انهم كانوا عاملين فيلم لايت يير والفيلم ده فشل بشكل كبير، يعني حرفيا حلبوا السلسله بطريقه مش طبيعيه. اللحظه اللي الشركه خلاص بقت بتستغيث فيها من كتر ما هي عماله تقع كانت وقت الكورونا، وده اللي شقلب الموازين كلها. اثناء فتره الكورونا تصوير الافلام الحقيقيه وقف، ودي كانت فرصه للاستوديوهات التانيه انهم يبتكروا افلام انيميشن جديده. وقتها كتير من الشركات استفادت من الموضوع ده ما عدا شركه واحده بس وهي بيكسار. حرفيا كانت واقفه تتفرج على اللي بيعملوه من غير ما تعمل اي حاجه. سوني ومارفل اتعاونوا مع بعض عشان يعملوا اقوى فيلم انيميشن، لدرجه ان مفيش اي فيلم جه زيه من ساعه ما توي ستوري الجزء الثالث نزل، وهو سبايدر مان انتر ذا سبايدر فيرس. بميزانيه صغيره اللي هي 90 مليون بس قدروا يحققوا ايرادات باكتر من 390 مليون. لو قارنت مع بيكسار كانت بتصرف مئات الملايين من الدولارات عشان ينتجوا بس فيلم ليهم وبيفشل، يا ريت بس عشان حاجه تستحق، لكن في الاخر بيبقى عشان واقعيه الميه او شعر شلبي. بس في الحقيقه الحاجات دي مش هي اللي هتنجح الفيلم. يعني مين اللي هيسيب قصه الفيلم انيميشن ويركز في الميه؟ سبايدر فيرس اثبت لكل الاستوديوهات ان النجاح مش بيجي من تكلفه الانتاج، لا ده اثبت ان الابداع والفن اهم من اي حاجه تانية. الستايل بتاع ذا سبايدر فيرس والرساله بتاعته طريقه السرد السريعه كانت حاجه جديده، وخصوصا انها غايبه بقالها كتير جدا عن افلام الانيميشن. مش من ناحيه القصه بس، لا وكمان من الناحيه البصريه عملوا حاجه مختلفه، ووراك ازاي ممكن تحط 2 دي فوق 3 دي وتقلل الفريمات عشان تحس انك بتتفرج على مجله كوميكس. من بعد الفيلم ده سوني كسبت الاوسكار، وبكده ديزني وبيكسار بدأوا ينهاروا، عشان بكل بساطه بيكسار كانت متعوده بقالها سنين كتيره جدا انها تاخد اي جايزه اوسكار تقابلها في الطريق، ومن بعدها معظم الاستوديوهات بدأت تقلد نفس ستايل شركه سوني. وفي الوقت اللي كل الشركات شغاله فيه على حاجات جديده ديزني كانت قاعده بتتفرج. نتفليكس عملت فيلم ذا سي بيس، واللي عمل الفيلم ده هو الشخص اللي كان عامل فيلم بيج هيرو 6 وكان شغال مع ديزني لمدة 25 سنة، بس سابهم في الآخر عشان ديزني وبيكسار ما كانوا سايبين له مجال يبدع فيه براحته، وراحت نتفليكس خدته وعملوا مع بعض فيلم ونجح نجاح مرعب. حاولت شركة بيكسار ترجع للساحة فيلم سول بميزانية 150 مليون دولار، انتم متخيلين؟ في الآخر حقق 120 مليون دولار بس، يعني حتى ما عرفوش يغطوا تكلفة الإنتاج بتاعت الفيلم أصلا. مين اللي هيعمل فيلم انيميشن ب 150 مليون دولار؟ عموما الفيلم ده كان جميل وفيه رساله، بس بسبب تكلفه الانتاج الضخمه اللي حرفيا ملهاش اي لازمه الفيلم فشل وخسر كتير جدا. نفس الكلام مع لوكا، تكلفه الانتاج بتاعته كانت 150 مليون دولار، والكارثه انه اقل فيلم تحقيق ارباح في تاريخ بيكسار تقريبا، لدرجه انه خسر اكتر من 100 مليون دولار. متفقين ان الموضوع هيقف عند هنا؟ اكيد لا. الوضع عك اكتر مع فيلم تريننج، تكلفه الانتاج اكتر من 170 مليون دولار
دولار، وفي الاخر خسر اكتر من 160 مليون دولار عشان بس في شباك التذاكر ما جمعش غير 20 مليون دولار تقريبا، مقارنة بفيلم لوكا اللي جمع 40 مليون. لايت ييرز افشل فيلم، خسر اكتر من 100 مليون دولار. يستاهلوا بصراحة. كلف عشان يتعمل بمبلغ ضخم جدا، يعني فوق ما الشركة كانت عارفة انها في الوقت ده فاشلة ولازم تعوض الخسارة، عملوا فيلم يخسرهم اكتر. بصوا عشان نبقى صراحة مع بعضينا، من غير بيكسار عمري ما كنت احب السينما والانيميشن. مشكلة ديزني الوحيدة انهم بيشتروا كل ملكية ابداعية وبيحولوها لمنتجات بتتباع، والنتيجة ان في الاخر بتطلع لك افلام كلها شبه بعضيها، ولما حاجة مختلفة بتنجح بدل ما يستلهموا منها ويطوروا فيها بيفضلوا يحلبوا فيها لحد ما السلسلة كلها بتفشل. ولحد اللحظة دي مستمرين في الموضوع ده. توي ستوري الجزء الثالث انا لسه ما سمعتوش وهعمل عليه باذن الله الفيديو الجاي. وانسايتد اوت الجزء الثاني لسه ما سمعتوش، بس كل ده يثبت لك ايه؟ ان بيكسار محتاجة فلوس بأي طريقة ممكنة عشان تعوض الخسائر اللي حصلت لها آخر فترة، وعشان كده مش بعيد يعملوا الجزء التاني من الفار الطباخ أو الجزء الرابع من برق بنزين، ويعيدوا عصر الفلوس تاني من أول وجديد بدل ما يرجعوا لعصر الابتكار اللي هو كان مميزهم. بنعرف في الآخر إن الشركة انهارت بسبب إنها فقدت الروح الإبداعية وتعودت على التكرار اللي من غير أي داعي من الوقت. وبس، شكرا إنك اتفرجت على الفيديو للآخر، ولو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو عجبك المحتوى اشترك في القناة وبس.